ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد النهارده ان شاء الله. هندخل على طول في الفيديو، مش هنعمل مقدمة طويلة المرة دي علشان ندخل نشوف تجربة عملية للمكنسة وازاي بتشتغل وازاي هنركبها مع بعض. هنستخدم الشفط العادي وبعد كده هنغسل السجاد. تعالوا مع بعض نشوف. سهلة جدا وعملية جدا وما فيهاش اي مشكلة، ومع الاستخدام هتحسي نفسك ان انت اتعودتي واتدربتي عليها ومش هتحتاج منك اي مجهود. يلا بينا على الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي بننزلها ان شاء الله. يلا بسرعة ندخل على الفيديو ونشوف هنعمل ايه. يلا نبدأ مع بعض بسم الله. اول حاجة هنركبها الخرطوم بتاع المكنسة. شايفين كل حاجة زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت في الفيديو بتاع الادوات بتاعة المكنسة او المكونات بتاعة المكنسة، كل حاجة عليها زي رسمة توضيحية او تفصيلية كده. في سهم موجود عندنا اسود اهو زي ما انتم شايفين، ده اتجاه التركيب بتاع الخرطوم، وبنلف مع اتجاه عقارب الساعة كده. خلاص بقت تمام واتحطت في مكانها هي. بعد كده بنركب الجزء التاني في الايد الستانلس اللي هو العمود الستانلس ده، وبنبدأ نشغلها عادي زي اي مكنسة عادية. بندوس على الباور. طبعا انا خليت السجادة لغاية لما قالت يعني خلاص تعبت، خليتها اتوسخت بشكل صعب ما كانش ينفع السكوت عليه. شفطتها يعني الاول بالمكنسة، قلت علشان اشوف قوة الشفط بتاعتها عاملة ازاي. بصراحة قوة الشفط بتاعتها رهيبة، وده انعكس لما يعني بدأت اغسل السجادة لقيتها مطلعة كمية اتربة اقل لما شفطتها بالمكنسة العادية، مش بنفس المكنسة المرة اللي فاتت. فبصراحة قوة الشفط بتاعتها كبيرة جدا. وحوريكم دلوقتي لما فتحت الكيس بتاع المكنسة شكله عامل ازاي. اهو دوست على المكان ده زي ما قلت لكم قبل كده، وفتحنا العلبة دي فيها الكيس بتاع زي ما انتم شايفين الكيس الابيض ده. ممكن نستغنى عن القطعة دي ونشيلها، فالتراب ينزل في التانك الكبير على طول ويبقى سهل التنظيف. يعني انت لو متضايقة من الكيس او انت مش حابة موضوع الكيس وان انت تغسليه وكده، ممكن تشيليه وتحتفظ يعني التراب تستقبليه في التانك. زي ما انتم شايفين المكان ازاي، يعني التراب جاي عامل ازاي. طبعا انا شلت الخرطوم علشان اوريلكم الجزء بتاع المية لما نيجي نركبه هيبقى عامل ازاي. اهو المكان ده بيبقى مقفول عليه زي باب صغير كده، والخرطوم بتاع المية ناحية بنركبها في المكنسة وناحية بنركبها في الدراع. طبعا خلاص احنا ركبنا بتاع المكنسة، والجزء ده بيتركب في الايد بتاعة المكنسة علشان في زرار هوريه لكم دلوقتي وانا بدوس عليه. الزرار ده هو اللي بيضخ المية، بيسحب المية من المكنسة بينزلها على السجادة. اهو زي ما انتم شايفين الجزء ده تركب في الايد وبندوس عليه كده. اهو الزرار ده هو اللي بيضخ المية، بيسحب المية من المكنسة بيطلعها بره. الطرف التاني من الخرطوم ده بيتركب في الجزء الاستانلس ده اللي هو الذراع الاستانلس، وبيتركب برضو في الجزء اللي احنا هنستخدمه في المكنسة علشان نغسل بيه السجادة. زي ما انتم شايفين كل حاجة لها مكان، يعني شايفين المكان ده بيدخل كده واللسان بيمسك في بعضه فما بيتحركش، والجزء الطويل ده برضو هو اللي بيضخ المية. اهو اللي انا بشاور لكم عليه ده المية بتيجي في الخرطوم، بتمشي في المكان ده وبتنزل على القطعة السوداء دي، علشان هتشوفوا دلوقتي لما اشغلها عملية قدامكم. شايفين الجزء بتاع الهوك ده او ايا كان اسمه ايه مش عارفة بصراحة، بس هو بيمسك الخرطوم علشان ما تتكعبليش فيه وانت ماشية. بيخليه ماسك في الجزء اللي هو بتاع الماسورة الاستانلس اللي قدامك ده. دي او ده التانك بتاع المية اللي احنا قلنا عليه هنحط فيه كمية المية اللي هو قايل لنا عليها. وهنا بنحط شوية مية صغيرين في التانك الكبير وبنحط المسحوق او مانع الرغوة بمعنى اصح.
بس هو عمل رغوة بصراحة، يعني عشان ما اكدبش عليكم، جايز انا محطتش كمية كافية من منع الرغوة. ده بيتحط في المسحوق اللي هو بنغسل بيه السجادة، فحطيته هنا في المكان اللي هو المخصص ليه، لان كل علبة زي ما انتوا شفتوا وزي ما قلت لكم قبل كده كل حاجة مكتوب عليها التفاصيل بتاعتها. فالعلبة دي مكتوب عليها انه بيتحط في المكان ده، او مرسوم رسمة التانك ده. تمام. بعد كده هنبدأ نرجع التانك بتاع المية مكانه، وهنحط التانك الفاضي التاني مكانه اللي هو هنستقبل فيه بقى المية اللي اتوسخت، وهنبدأ نحط الفلتر علشان اي شوائب او اي رواسب تروح للفلتر على طول من غير ما تبوظ لنا المكنسة. تعالوا نشوف مع بعض. بعد كده هنبدأ نحول المكنسة ونشغل المضخة بتاعة المية. المضخة بتاعة المية لازم نشغلها عشان نفصل طبعا ما بين اهو زي ما انتوا شايفين اهو علامة الرشاش بتاع المية، تدوسي عليها تنور النور الاحمر كده اشتغلت، تدوسي عليها تاني خلاص كده اتطفت هي. لما تخلص المية وما يبقاش في عندك مية تقفليها علشان الموتور بتاع المكنسة ما تجهديهوش. خلاص بعد كده تبدأي تشفطي اي مية زيادة، بتتشفط عادي وبتدخل على المكنسة، بس ما تكونيش مشغلة المضخة علشان ما يبقاش حمل على المكنسة. زي ما انتوا شايفين اهو لون السجادة اتغير خالص، وهتجيلكم حتة برضو بالتفصيل المية ازاي بتنزل وازاي يعني المسحوق بينزل طبعا مختلط بالميه، فهتلاقوا فيه حاجات فيها رغوه وكده. المكان اللي يبقى فيه مثلا اهو زي ما انتوا شايفين المكان اللي فيه بقعه ممكن يعني تدوسي عليه مره واتنين وتلاته. واتفرجوا بقى انتوا على الجزء ده علشان ما دوشكمش بالكلام بتاعي. اتفرجوا وقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات. الجزء ده بيوضح لكم ازاي المية بتنزل اهو زي ما انتوا شايفين المية بتنزل اهي، وبعد كده بتعمل الرغوة اللي هي في المسحوق وبنسحبها بعد كده. الجزء اللي احنا قلنا عليه بتاع التنظيف ده بصراحة ناشف جدا، فلو عندك اي بقع او اي حاجة موجودة في المكنس في السجادة هينضفها على طول ومش هيخليها يعني ليها اثر. عارفين عامل كده زي الفرشة لما تنزلوا المية فيروح البقعة يعني تتبل، وبعد كده تسحبي بالجزء ده بصراحة بيخليها نظيفة جدا. ولما بتسحبي بعد كده المية وتشفطيها منها ما بيبقاش في اثر للمية، يدوب ممكن تشغلي المروحة حاجة بسيطة عليها، يا اما ممكن تخرجيها في البلكونه لو عندك بلكونه. ما بتاخدش ربع ساعه. عارفين اللي هو يعني حاجه كده في السريع. شايفين كميه الاوساخ رغم يعني مش عارفه اقول لكم ايه كميه التراب اللي خرجت من السجاده، ومع ذلك برضو في كمية اوساخ كتيرة جدا في المية. شايفين لون المية عامل ازاي. وهنا طبعا التانك بتاع المية النظيفة كان خلص خلاص مفهوش، فالتانك ده لسجادة صغيرة زي اللي انتوا شفتوها دي. فلو عندك سجادة اكبر من كده هتضطري ان انت تعبي التانك اكتر من مرة علشان تخلصي السجادة كلها. طبعا الموضوع مش هياخد منك حاجة، هو سهل جدا طبعا مع التكرار ومع التعود هتعرفي ان الموضوع سهل جدا مفهوش اي مشكلة خالص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي بننزلها ان شاء الله.